اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انت جايبه لنا ايه يا اميره؟ النهارده انا جايبه لكم طريقه حلوه قوي. هنشوي فراخ من غير ما نشويها على فحم ولا نشويها على اي حاجه خالص. هنشويها في الفرن بطريقه حلوه قوي، بطريقه سلسه جدا يا جماعه. تمام. انا عندي هنا 3 بصلات صغننين كده زي ما احنا شايفين، ما يكونوش كبار ولا حاجه اهو. تمام كده بالظبط كده اهو. هنقطعهم جوليان زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تقطيع الجوليان دي كده زي ما احنا شايفين كده بالظبط. رفعي التقطيعه ما تخنيهاش علشان ايه؟ تبقى حلو. البصل بيخلي المناخير تسيل، بيخلي كل حاجه تسيل، خلي الدنيا صعبه خالص. هنقطع البصل كده مع بعض. طريقه الفراخ دي هتعجبكم جدا وتبقى حلوه قوي، مش هتاخد منك وقت خالص، مش هاخد منك تحضير. يعني انت هتنزلي بكل البهارات بتاعتك كده، تجيبيها جنبك، تجيبي لك بصلتين كده محترمين او 3 بصلات كده صغننين، تفضلي تقطعي فيهم زي كده. تمام اهو. قطع كل البصل مع بعض. نقول بقى يا جماعه بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تعالوا يلا نرمي الحاجات دي كده ونشطف دي كده اهو. عندي البصل بتاعي، عندي هنا كده، هنزل بيه كله اهو. تمام زي ما احنا شايفين كده. تمام. هبدأ ان انا عندي فلفل اسمر، معلقه كبيره فلفل اسمر اهي. تمام. معلقه حلوه كده محترمه توم باودر، بابريكا. هاتي بصي كل البهارات اللي عندك في البيت على الرف نزليها وابدأي حطي على البصل. ما بهزرش على فكره، كل البهارات اللي عندك حطي منها، اي بهارات بتحبها حطي منها. عفوا يا جماعه. شويه بصل باودر. تمام اهي. يبقى احنا كده حطينا كل البهارات اللي عندنا. عندي بقى هنا ايه؟ سماق. عندي معلقه سماق اهي. السماق ده على فكره يا جماعه تحفه جدا، بيدي مزازه ملهاش حل. عندي هنا ايه؟ ورقتين 3 لورا. عندي معلقتين ملح. دعكناها كلها مع بعض. الحاجه نسيت احطها على فكره، بس تحط شويه زيت. حط كده ايه 3 4 معالق زيت، وما تنسيش ان الجلد بتاع الفراخ بينزل زيت. تمام اهو. اركنها كده على جنب. انا الفراخ بتاعتي غسلاها ونقعاها وحطاها كده بتصفي اهي. انا المقطع بتاع النقع انا عاملاه، هنزله لك في وسط الفيديو هتشوفيه وانت بتتفرجي على الفيديو. هبدا ان انا اجيب صينيه هنا كده اهو، وابدا ان انا اجيب الفراخ بتاعتي قطعه بقطعه زي ما احنا شايفين كده، ونبدا بايدينا اهو نعمل كده اهو. شايفين اهو. ابداي ان انت تجيبي الفراخ بتاعتك وتفتحي الجلد بتاعها كده اهو اهو بايديكي بكل سهوله، سلس جدا اهو. تعملي كده اهو، تدخلي فيها كل التتبيله اللي انت عاملاها بالشكل ده كده اهو. لازم تكوني ايه؟ غسلها كويس من الزفاره ونقعاها ومظبطاها عشان اللي ياكلها يجيله نفس كده ياكلها ويبقى طعمها حلو. تمام. اعملي بقى يا قمر وخزني في اكياس في الفريزر. تمام كده تبقى عندك جاهزه وزي الفل. الطريقه دي ممكن تعينيها بالشهر في قلب الفريزر ولا يجرى لها اي حاجه. بسم الله ما شاء الله زي الفل. انا احيانا بعملها وبعينها جوه الكيس الحراري على طول.
يعني ما بعينهاش في حاجه وارجع ارجعها في كيس حراري، لا انا بعينها في كيس حراري على طول، وباجي بعديها اقوم مطلعه الكيس الحراري على الصينيه على الفرن على طول. ما بتاخدش معايا 5 دقايق لما بتطلع من الفرن، لما بتطلع قصدي من الفريزر، ما بتاخدش معايا حاجه يعني. على ما تفك معاكي وتدخليها بتبقى زي الفل، وما بتاخدش معاكي وقت خالص، بتبقى متبله بقى وشاربه من التتبيله بتاعتها دي، بتبقى تحفه اهو. اهم حاجه بين الجلد عشان اللحم يبقى طعمه حلو. اه تبلي بالطريقه دي كده. انا مش هسوي في الصينيه على فكره، انا هسوي في كيس الحراري اهو. انا عامله النهارده ما شاء الله فرختين، هقسمهم على كيسين اهو. داخل شويه في التتبيله اهو. انا ما رضيتش افصل معاكي خالص، وجبت لك من البدايه للنهايه. عندي هنا بقى الكبد والقوانص والحاجات دي احطها في وسط التتبيله كده، ياخدوا من الطعم معايا اهو. مكسيهم كده في الطعم بتاعك اللي انت عاملاه، وفي الخلطه بتاعتك اللي انت عاملاها اهو، زي الفل بسم الله ما شاء الله اهو. حابه بقى تعمليهم تعمليها على طول اعمليها، مش يعني مش هيأثر ويبقى طعمها تحفه جدا. حابه ان انت تسيبيها تبيتيها، بيتيها تبقى طعمها احلى واحلى واحلى. عايزه ان انت تخزنيها، خزنيها في الفريزر. قسمي على قد الوجبات اللي عندك او على قد افراد الاسره عندك، وعيني في كيس الحراري مباشر. يعني لو عندك الكيس حراريه عيني فيها مباشر. ليه؟ علشان ان انت تطلعي تدخلي على الفرن على طول، مش تستني بقى ان هي تفك عشان تدخليها من كيس لكيس او من حاجه لحاجه، لا انت تدخليها دايركت كده على طول. يلا نجيب الكيس الحراري ونشوف هنعمل ايه. يلا حبايبي بقى نعبي الفراخ بتاعتنا في الكيس الحراري. جبت الكيس الحراري بتاعي اهو، قلت بسم الله الرحمن الرحيم. اتنيه كده اهو. تبداي ان انت تحطي الفراخ بتاعتك بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده يا جماعه، زي ما احنا شايفين كده اهو. مش هقفله غير لما اقسم الصوص اللي في الصينيه عليهم هما الاثنين. تمام اهو. الاثنين كده وحطي كده اهو بالشكل ده كده. يلا نصلي على الرسول يا جماعه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالشكل ده كده اهو. هجيب كده احط شويه تتبيله هنا اهو، وشويه تتبيله الباقيين كده. الكيسين عندي اهو اهو. على فكره لو عندك عزومه او عندك اي حاجه ومستعجله تعملي الطريقه دي بتبقى حلوه جدا، بتنجزك يعني اهو. بتنجزك وبتبقى حلوه جدا. وبتبقى مثلا انت عاملاها في البيت اهوت، بتبقى موجود عندك في البيت لاي طوارئ لاي ظروف اهي. هقفلها كده اهو. لاي طوارئ لاي ظروف عندك اعملي الطريقه دي واعمليها، هتبقى تحفه جدا. قايمه من النوم بقى تعبانه، انت كنت بره وجايه مستعجله اي حاجه، الناس الموظفين، الطريقه دي حلوه جدا. اعمليها وحطيها في الفريزر وهتبقى عندك وهتبقى جاهزه وزي الفل. تمام اهي. تمام كده. ما تروحوش في اي حته. الفيديو لسه ما خلصش، لسه هنكمله، ولسه معايا حاجات تانية هعملها مع الفراخ. هدخل الفراخ الفرن، هحط الكيس في صينيه، واحط الصينيه احط على في الصينيه ميه سخنه بتغلي من الكاتل او من البراده او من اي حاجه عندك. هتحطي شويه ميه قيمه كوبايه او كوبايتين في الصينيه وتحطي الكيس الحراري. هتاخد معاكي ساعه بالظبط مش اكتر من كده. ما تروحيش في اي حته عشان انا لسه ما خلصتش الفيديو. وكده حبايب قلبي بقى يلا بينا نعمل شويه لسان عصفور كده حلوين مع الفراخ اللي احنا عملناهم اهو. ننزل هنا كده بشويه زيت اهو
هنزل هنا بشويه لسان عصفور اللي عندي هنا كده. انا بعد ما بحمر لسان العصفور بصفي الزيت ده منه على فكره، ما بسيبوش، عشان انا ما بحبش اللسان العصفور يبقى دسم ولا الكلام ده كله، عشان ميبقاش على وشه زيت يضايق اللي بياكل. تمام. اديله بقى تحميره محترمه. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه، لسان العصفور عشان يطلع معاكي حلو وما يشربش الميه بتاعته كلها ويعجن منك ويكتل وتقولي كل ما ازود ميه الميه بتروح منه وبيتنفش، حمريه قوي. على فكره انت كل ما تحمريه قوي هو مش هيتحرق منك، هو يتحمر منك كويس بحيث ان هو ياخد الميه كفايته وما يتنفسش قوي، ما يعجنش مش كل ما تحطي له ميه هيشربها. تمام كده. انا ما عنديش شوربه فهعمل ايه؟ فانا بسخن ميه في الكتل، هنزل عليه بميه سخنه ومكعب مرق الدجاج، وهقول لكم انا هعمل فيه ايه، لان انا ما عنديش شوربه. انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا عملت الفراخ ودخلتها الفرن. تمام كده. انا هعمل لسان العصفور هيتحمر وارجع لكم اقول لكم هنعمل فيه ايه. وكده حبايب قلبي شايفين اللون الجلد الحلو ده؟ هو كده مش محروق، هو كده متحمر حلو. يلا بينا بقى نصفي شويه الزيت اللي احنا هنصفيهم. عندي هنا حله اهو، دي اللي انا هطبخ فيها الرز. هصفي فيها شويه الزيت اللي انا هصفيهم من لسان العصفور اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو. انا برضو مش عايزه اصفيه كله، بحيث ان انا ايه هاخد منه شويه بس مش كله يعني، عشان برضو ايه لازم يبقى فيه نسبه زيت. هجيب بقى الميه السخنه بتاعتي وهنزل على لسان العصفور هنا كده. شايفين؟ عندي هنا بقى مرق الدجاج اهي، هنزل على لسان العصفور بمرق الدجاج كده على طول. اهي حط شويه بس صغيرين مش كتير من الفلفل الاسمر اهي. بس كده لسان العصفور هياخد غلوه وهنطفي عليه ويكون كده لسان العصفور بتاعنا جاهز وزي الفل. تمام. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز العين التانية نشوف هنعمل فيه ايه. الشكل ده كده. عندي هنا الرز بقى انا غسلاه، هاخد منه شويه من الرز المغسول، انزل في الحله هنا كده اهو اهو، وهنزل بشويه زيت كمان. بقى انا خدت شويه الزيت اللي صفهم اهو، يا رب يكون واضح، بس شويه الزيت اللي صفهم خدتهم وحطيت عليهم شويه زيت كمان هنا كده اهو. فينا حاجه بس الشكل ده كده هيتحمر وارجع اقولك هعمل فيه ايه. كده الرز بتاعي اتحمر اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين كده اهو. هنزل عليه بقى بالرز التاني اللي مغسول. تمام. هنزل كده اهو على الرز بتاعي كده اهو. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهو. هنزل بقى بالملح بقى عندي ثانيه واحده، نجيب الملح اهو شويه برضو صغيرين، فلفل اسمر مش كتير زي ما احنا شايفين كده.
اهو هقلبهم على بعض. وانزل بقى بالميه السخنه. احلى شويه رز. هقلبه بالشكل ده كده واغطيه بقى لغايه لما ينشف من الميه بتاعته. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت الغدا بتاعنا النهارده. الرز بتاعي مفلفل وزي الفل اهو، يا رب يكون واضح وباين قدامكم. بسم الله ما شاء الله، حبايه من حبايه ومفلفل وزي الفل اهو زي ما احنا شايفين. تمام كده. تعالوا بينا يلا نشوف الفراخ بتاعتنا. وادي الفراخ بتاعتنا اهي، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، مستويه وزي الفل، دايبه دوب يا جماعه. لو انت عايزه بقى تديلها وش اديلها وش، انا مش عايزه اديلها وش، انا عايزاها كده عشان اللي هياكلها حد بس ايه، مش عايزها متحمره خالص. وده كان غدانا النهارده. وده لسان العصفور معايا هنا اهو، اهو لسان العصفور بتاعي هنا اهو. الشوربه بتاعته زي ما هي، وانا طافيه عليه من زمان على فكره. والحبايه بتاعته زي الفل، وشرب شوربته كده زي الفل، وطعمه ملوش حكايه يا جماعه. شويه لسان عصفور ملهمش حل بامانه. وكده كان غدانا النهارده، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اهو، بألف هنا وعافيه يا رب على اللي هياكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم وطريقتي عجبتكم وطريقتي البسيطة عجبتكم. جربوا بقى الفراخ بطريقتي. انا عملت فرخة واحدة وعينت الفرخة التانية في الفريزر زي ما قلت لكم. انا لما باجي اعمل الخلطة دي بعملها كلها مرة واحدة، فرختين او 3 وبعينهم في الفريزر. اطلع الكيس الحراري اسيبه يفك من 10 دقايق لربع ساعة، ادخله الفرن يطلع زي الفل زي ما احنا شايفين كده. اللهم بارك، طعمها وريحتها ملهاش حل يا جماعة. وشوية الرز بتاعنا المفلفلين الجمال دول زي ما احنا شايفين كده، رز بسم الله ما شاء الله مفلفل حباية من حباية. واللسان العصفور بتاعنا زي ما احنا اتفقنا لازم تضغطي عليه في التحمير شوية علشان ما يشربش الشوربة بتاعتك، وهيبقى زي ما هو كده، لا هيعجن منك ولا يشرب منك شوربة ولا اي حاجة خالص. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.